في مكان في العراق اسمه سجن أبو غريب. يمكن أول ما تسمعوا اسمه تحسوا إنه مجرد سجن، بس الحقيقة ده كان جحيم على الأرض. السجن ده اتبنى من أيام الاحتلال البريطاني، بس اشتهر قوي في زمن صدام حسين لما كان بيحبس فيه المعارضين السياسيين ويعذبهم بأبشع الطرق. كانوا بيتعرضوا للضرب والكهرباء والإهانات اللي صعب الواحد يتخيلها. بس الكارثة الحقيقية حصلت بعد الاحتلال الأمريكي للعراق سنة 2003. الجيش الأمريكي استخدم السجن عشان يحتجز فيه المعتقلين العراقيين، بس اللي حصل جواه ما يتوصفش. في صور اتسربت سنة 2004 وفضحت كل حاجة. معتقلين عراة مربوطين في سلاسل بيتعرضوا لتعذيب نفسي وجسدي، وجنود أمريكان بيضحكوا وهما بيعذبوا الناس. الصور دي هزت العالم كله. الفضيحة كانت مدوية، واضطرت أمريكا تعتذر قدام العالم، وحكموا شوية جنود، بس الناس اللي اتعذبت لسه أثرهم جوه السجن ده. في 2004 قرروا يقفلوه، بس سجن أبو غريب بيفضل شاهد على واحد من أظلم فصول التاريخ الحديث.